السلام عليكم، شو الاخبار؟ ان شاء الله تكونوا بالف خير. اذا اول مره بتشاهدني على هاي القناه لا تنسى تشترك بالقناه وتعطيني لايك على الفيديو واكتب تعليق كومنت حلو مثلك يا حلو يا امور لحتى تشجعني اثابر وكمل في هاي السلسله. قناه بجرب لك راح تكون يا شباب قناه بالمختصر والمفيد محتويات او منتجات انا بشوفها بنظري طيبه، منتجات غاليه بالنسبه لبعض ناس، منتجات كثيره من شركات محدده انا بجيبها بجربها، واخر نتيجه بالفيديو بقول لك شو تجيب من هاي الشركه. مثلا الفيديو اليوم تبعنا راح يكون عن منتجات يا شباب شوكولات ملكه. اليوم معنا الفيديو راح يكون 5 نكهات من شوكولا ملكه، وراح انصحك انا شو تجيب من هاي الشركه من خلال هاي النكهات. خلينا نشوف الفيديو. اول نكهه معنا يا شباب راح تكون اللي هي فايس شوكولا، يعني راح تكون الشوكولا البيضة. انا مش من محبين الشوكولا البيضة لكن جبته لانه في ناس بتحبه. وخلينا نقيم اول منتج من ملكة. مثل ما انتم شايفين الشباب قاعدين بنفتح العلبة، فالشوكولا شوف شلون جاية، تيجي لوح كامل تقريبا يعني كلها نفس الاشي، شوكولا بيضة. خلينا نذوق بسم الله. طبعا انا لا انصح بالشوكولا البيضة، هي الشوكولا كلها مضرة لكن لا انصح بالشوكولا البيضة لان هي يعني تقريبا فيها زيوت اكثر من الشوكولا السوداء. بسم الله. يعني شباب تاكل مش شوكولا، انا نفسي اعرف الناس اللي بتحب الشوكولا البيضاء شو بتحس. الصراحه لما تاكل الشوكولا بتحس بطعم اكثر شيء يعني زيوت، طعمه غريبه، طعمه نايلو، ريحه في ريحه زبده، ولكن النكهه يعني مش كثير. تقييم 4 من 10. وهسه النكهه الثانيه يا شباب مثل ما انتم شايفين نكهه غريبه في بعض الدول وهي اليوغرت. يعني مثلا عندنا بسوريا بيقولوا له اللبن او الخاثر، يلي هو في الدول العربيه الثانيه الرايب. خلينا نشوف نكهه الرايب هل طيبه في شوكولا ملك. مثل ما انتم شايفين يا شباب تيجي كمان لوحه، بس هون اللوحات تبعها اكبر من الشوكولا البيضاء، يعني بدك تحاول لا تكثر عشان ما يصيبك سكري. من جوا فيها بيضة طبعا لانه نكهة اللبن، ان شاء الله تكون اطيب من الشوكولا البيضاء. بسم الله. طعمها غريبة. اول شيء بتحس بحلاوة ملكة، بعدين لما توصل للمرحلة البيضاء هاي يلي هي اللبن يا شباب بتحس بحموض الرايب. طبعا يعني في يعني بتلاحظ يعني التقييم مش راح يكون كثير طيب، يعني مش نوعي المفضل. راح اقيمها 6 من 10 مع الاسف. خلينا نروح على النكهة التالية اللي انا الصراحة متحمس لها. ليش متحمس لها يا بجرب لك؟ لانه نكهة مميزة اللي هي نكهة الكراميل. بسم الله. انا بتوقع يا شباب تكون اطيب نكهة الصراحة، يعني نفس الشيء كلياتها نفس الشيء تقريبا. خلينا نجرب بسم الله. جاي هيك، خلينا نشوف من جوا شلون. اوه ها شايفين بلش الخير يا شباب. هذا الكراميل الكله سكر احليه. صراحة طيبة لكن الكراميل طعمته كثير قوية. تقييم 7.5 من 10 الصراحة، يعني ما توقعت أطيب من هيك الصراحة. فطعمتها كثير قوية يا شباب. يعني خلينا نروح على النكهة. الصراحة انصدمت من شركة ملكة، يعني لحد الآن ولا طعمة واو ولا طعمة واو. الطعمة الثانية يا شباب طعمة الفراولة. في ناس كثير بتحب الفراولة بالشوكولا، في كثير ناس بتسوي ميكسات تمام بالفراولة بالشوكولا. خلينا نشوف. انا اتوقع تطلع هاي يا ويلي ريحة الفريز يا شباب اول ما فتحتها. طبعا من جوا كمان فيها ابيض مع حمار الفريز. بسم الله يا رب تكون طيبة.
مم. 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 مثل ما توقعت شباب، لحد الآن نكهة الفراولة فوز معانا شباب. لحد الآن نكهة الفراولة فوز معانا من الملكة، تقييم 9/10. خلينا نروح على آخر نكهة معانا لليوم، يلي هي من أكثر مبيعات شوكولات ملكة الصراحة يعني، يلي هي البندق، يلي هي تعتبر من أساسيات ملكة. يعني ملكة لما سووا هاي الشركة أول منتج سووه هو هذا. خلينا نشوف. لحد الآن طعمة الفريز هي أطيب شيء، وبنصحك أكثر شيء بالفريز إذا رحت ومشتهي الشوكولا من ملكة فجيب لحد الآن نكهة الفريز. خلينا نشوف نكهة البندق، هل راح يجي شيء أو تنافس يا ترى؟ طبعا ها مثل ما انتم شايفين لوح من جوا فيه بندق أكيد. خلينا نجرب من هون. بسم الله. شباب ما في نحكي شيء، معروفة الشوكولا بندق شوكولا، هول الاثنين بيعشق من بعض. فهمتوا علي شلون؟ يعني هذا قانوني، اي شوكولا بتسويها بده يكون فيها بندق. تقييمها الصراحة بالنسبة لشوكولاتات ثانية انا ماكلها بالبندق لا يعني الصراحة مش طعمتها كثير طيبة واو. راح اقيمها 7/10 الصراحة. لحد الان فازت معانا الفريز بالنكهة الاولى. فوت على الماركت شفت قدامك كل النكهات اللي سويتها، روح على الفريز اشتريها انت ومغمض عيونك. بالنسبه لشوكولات ملكة لحد الان جربنا 5 نكهات، اطيب شيء الفريز. وصلنا لنهايه الفيديو، لا تنسى لايك واشتراك بالقناه. انتظر مني سلسله جديده. اول فيديو على القناه بعرف متهور شوي، الفيديو ضعيف شوي، لكن اشترك بالقناه، حط لايك، علق بالتعليق شو بتحب اي نكهه انت او شو بدك اجرب لك في المستقبل. السلام عليكم.